هنتكلم في الأوناش البرجية. تاور كرينز. النوع التالت تاور كرينز بأشكالها المختلفة، شائعة الاستخدام في مجال الإنشاءات، خاصة تلك التي تتم على ارتفاعات عالية، كذلك في المشروعات الكبرى. هناك العديد من أنواع الأوناش البرجية، تشمل الآتي: رافعة متحركة على قضبان، رافعة ثابتة على قاعدة خرسانية، رافعة متحركة على كتيبة. موجود منها في كوبري سيدي جابر في اسكندرية، والعاصمة الإدارية. فين العاصمة الإدارية؟ العاصمة الإدارية والدول الخارجية، حتى الحادثة اللي حقيقي قلنا عليها في الحرم المكي كان بسبب التاور كرينز. التاور كرين بعدها بتتحرك على قضبان، اللي هي ايه، وانت رايح لمارينا في العلمين بتشوفها، واحيانا بيبقى ثابت على قاعدة خرسانية. تمام كده. عندك الأوناش البرجية، رافعات برجية ارتفاع يمكن تغييرها بواسطة رافعات متسلقة تستعمل في بناء البرج. تمام كده. طبعا عندنا الأوناش الهيدروكية بنسبة كبيرة بتبقى موجودة في المشاريع الإنشائية. عاوزين نعرف مكوناتها ايه، ونعرف بإذن الله مكوناتها ايه. الدنيا تبقى فل ان شاء الله ومية مية. هنا بقى تبدأ الحلاوة والجمال. كيفية التفتيش على الرافعات قبل دخولها إلى الموقع وأثناء عملها بالموقع. قبل دخول الرافعات إلى الموقع، وخصوصا الرافعات ذات الأحمال الثقيلة والتي يتكلفها نقلها من مكان لآخر تكاليف عالية نتيجة فكها ونقلها إلى الموقع، تمام، يتم فحصها في أماكن تواجدها، ويوجد فحصها كالآتي: الجانب الإداري هو التأكد من سلامة الأوراق الخاصة بالمعدة، من حيث وجود رخصة للمعدة معتمدة من جهات الاعتماد المتخصصة لاعتماد المعدة التقيلة. التاني، التأكد من سلامة الأوراق الخاصة بالمعدة من حيث وجود رخصة القيادة معتمدة من جهات الاعتماد المتخصصة لاعتماد المعدات التقيلة. وجود شهادات معايير المعدة توضع أقصى حمولة للمعدة، موضحا بها تاريخ آخر فحص لهذه المعدة، وكذلك تاريخ الفحص القادم لها، كما أن تحتوي على توضيح لكل جزء من أجزاء المعدة، بالإضافة إلى أن هذه الشهادة تكون صادرة من جهة مختصة لاعتماد المعدات التقيلة وفقا لقانون البلد. وجود جداول الأحمال خاصة بالرافعة، والذي يبين قدرة الرافعة على حمل الطرود المختلفة في مختلف الأوضاع. وجود رخصة قائد المعدة، وتكون سعريا معتمدة من جهة رسمية في البلد. وجود أيضا شهادة تفيد بأن قائد المعدة قد تلقى تدريبا في أحد المراكز المعتمدة للتدريب على قيادة المعدات التقيلة. الجانب الفني، فحص المعدة لابد من تكون فحص دقيق وفقا لمتطلبات السلامة الخاصة بهذه المعدات، حيث يكون مسؤول السلامة فحص الأجزاء الظاهرة للمعدة. تمام. تحت الفحص يقوم الفني المسؤول عن المعدات بموقع بفحص الخاص بأجزاء الميكانيكية الخاصة بالمعدة، حيث يكون مسؤول السلامة بالموقع تأكد من الأجزاء الخارجية المعدة سليمة، الإطارات الخاصة بالمعدة سليمة، تمام، كابينة القيادة سليمة. تمام وحلو أوي. يوجد سلم أو درجات الصعود كابينة القيادة، تمام، ركائز المعدة سليمة، تمام، برضو مفيش مشكلة. البقر سليم اللي هو الرصاص. الدرامبات سليمة. درام سليم، ماشي. طيب بعمل ايه كمان؟ الهوك سليم، البوم سليم، لوتش الهوك سليم، خراطيم الزيوت سليمة، الدوائر الكهربائية سليمة. فحص الصباني، تمام، سلاسل وعياط. وجود طفاية حريق، تمام، حلو اوي. سؤال: انا عندي دلوقتي ونش زي ده، شركة زي بتروجيت لا أوناش خاصة بيها، بعض الشركات ما عندهاش، فما عندهاش أوناش،
فبتأجر الونش، بتأجره دوت باليوم. انا دلوقتي لو شركتي مفيهاش اوناش، او الموقع اللي انا فيه ملهوش اوناش، وانا دلوقتي عاوز انقي ونش اشتغل بيه شغلانه، اشتغل بيه طبعا شغلانه معينه، هأجره بمعنى صح. قبل ما اختار الكرين لازم افحصه، بفحصه. فهل بيتم فحص الكرين دوت قبل ما يجي الموقع ولا على رأس الشغلانه؟ ايه رأيكم انتم؟ طبعا بعمله فحص قبل ما يدخل الموقع. لازم اول فحص يتعمل له يكون في المكان بتاعه بره، بيبقى بره موقع العمل اللي هو عند الشركة الخارجية عند المقاول، لان لو جه الموقع ممكن يكون في عيب، فساعتها هعطل الشغل بتاعه، فساعتها يوميته مش هتتحسب، لانه بيتحاسب بيومية، بالاضافة بان هو بيتحسب عليك اليومية بتاعته، بالاضافة ان هو بيتحاسب عليك اليومية بتاعته بمجرد خروجه من مكان. طيب هنا بتقولك لو هو في عطل انا مش هديله اليومية بتاعته، تمام. وهنا ازاي انا اول ما طلوع من موقع انا بحاسبه؟ بص، انا مش هحاسبه لو في عطل في الونش، انا مش هحاسبه، تمام. بس مين اللي بيدفع؟ المقاول، وانا بدفع للمقاول. المقاول كده كده اوريدي بيدفع من خروجه من الموقع هناك لغايه هنا، تمام. انا بقى لو لقيت في عطل معين ما بدفعش للمقاول، فمين اللي بيلبسها؟ المقاول. وكفايه طبعا مصاريف النقل لوحدها، بيعدي على كارتات وبيعدي على بوابات، بيدفع فيها الالافات، بيدفع فيها الافات الجنيهات. فمش هيجي بعد ما يدفع 1000 ولا 2000 ولا 3000 جنيه في كارتة ويجي يوصل عندك الموقع، هتيجي تقوله لا الكرين ده مرفوض. كده هتلاقي المقاول قلع لك ملط في الموقع،